بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشفع المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل أي حاجة، كذب المنجمون. الموضوع ده يا جماعة بيبقى علم الفلك مع موهبة من ربنا سبحانه وتعالى. تمام. القراءة النهاردة بتاريخ 1/11، وده القراءة بتبقى مدتها شهر من تاريخه. أول ما تفتح الفيديو وتشوفه عد بعد كده شهر، بقى هي الطاقة لمدة شهر. تمام كده. هنبدأ النهاردة وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا النهاردة برج الميزان لشهر نوفمبر كله. دعمونا باللايك وكومنت حلو علشان نكمل لكم كل الأبراج بإذن الله، وعلشان ننزل لكم التنبؤات اللي خاصة بالسنة الجديدة. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة، وقراءة النهاردة بالملح. برج الميزان، في حد اكبر منك سنا ظلمك قوي، واخد حقك من الاخر يعني. وبتحاول اللي انت تاخد حقك منه الفترة اللي فاتت دي كلها، بس مش عارف. تمام. اللي هيحصل ايه بقى؟ اللي هيحصل ان هيحصل قعدة او مقابلة او مكالمة تليفونية، هيتفق فيها على رد المظلمة دي. ما تقلقوش، الموضوع ده هيخلص وهتاخدوا حقكم بإذن الله، بس كل حاجة بوقتها إن شاء الله خير. تفائلوا خير يا برج الميزان. برج الميزان، خلي بالك من حاجتك الشخصية شوية، سواء بقى نظارة، مفاتيح، الحاجات الشخصية الخاصة بيك، علشان انت مهمل قوي في الموضوع ده، وفي حاجة هتضيع منك وهتفضل تدور عليها كتير. بس تفائلوا خير، هتلاقوها بإذن الله. بإذن الله هتلاقوها، ما تقلقوش يعني. برج الميزان، انت بتنسى كتير قوي قوي يا برج الميزان، حاول تركز شوية. الحاجة دي هترجع اهي، ربنا هيفكرك وهيدلك على المكان ان الحاجة اللي فيها ضايعة، وهترجع بإذن الله. في حد وراك يا برج الميزان، عايز يرجعك ورا من الآخر يعني، عايز يخسرك حاجات كتيرة انت ممكن تكسبها، يعني بيديك من الآخر طاقة سلبية. وحد على فكرة قريب منك جدا على فكرة يعني، بس انت هتتخلص منه وهتطلع من الكلام ده. في زيارة اهي قريبة مع ناس تعرفهم من قبل كده يعني. تمام. الزيارة دي، الناس دي انت مش بتحبها يا برج الميزان خالص، مش عايزها في حياتك وما بتحبهاش. والمقابلة دي هيبان عليك انك مش عايز الناس دي. انت يا برج الميزان برج واضح على فكرة، يعني بيبان على وشك اي حاجة، فبالتالي هيبان على وشك انك مش عايز الناس دي. فعلشان ما يطلعوش يتكلموا عليك يا برج الميزان، حاول، مش هقول تبقى لطيف، لا يعني حاول ايه الكلمة، ترد الكلمة، ما تكشرش في وشهم، ما تحسسهمش انك مش عايزهم، علشان هيعملوا لك مشاكل بعد كده وكلام كتير عليك، فبلاش. لان باين عليك قوي في الطاقة انك مش عايز الناس دي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشفع المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
تمام يا برج الميزان؟ في عندك اتنين اهمت اكبر منك في السن او نفس سنك. تمام؟ الاتنين دول قاعدين لك على الساطه واللقطه زي ما بيقولوا يا برج الميزان، وقاعدين بيراقبوك قوي. وفي الحقيقه جاي لك يا برج الميزان ميعاد مهم جدا جدا، وهم يعني هيحاولوا ايه ما يخلكش ايه تروح الميعاد ده، مع انه ميعاد مصلحه ليك. هيعطلوك يعني من الاخر. ماشي يا برج الميزان؟ بص بقى، في ناس طبعا من ورا ظهرك وما يستجروش ان هم يتكلموا من وشك، بيتكلموا كتير جدا جدا عليك، محاوطينك، وتيجي تواجههم او واجهتهم بالفعل بينكروا كل حاجه، كانهم ما قالوش اي حاجه ولا عملوا حاجه.